الخال مش والد. انا بس عايزة حقي. شايفين الفيديو ده؟ البنت دي في كلية طب، راحت تطلب حقها من خالها، ورثها من امها من خالها، وزي ما انتوا شايفين كده سحلوها وضربوها وحبوا يقلوا منها لدرجة ان هم جردوها من ملابسها. اي رحمة بنتكلم عليها، اي خال بنتكلم عليها. كانوا زمان يقولوا لنا الخال والد، كان دلوقتي الخال بياكل الحق. دلوقتي الخال بيعمل زي ما انتوا شايفين كده ببنت اخته. انتوا متخيلين يا جماعة المنظر اللي انتوا شايفينه ده؟ بقينا نشوف حاجات يعني لو كنا شفناها في الاحلام او في الخيال ما كناش هنصدق ان ده يحصل اصلا في الواقع، ولكن ده بقى اللي بيحصل في الواقع. وعلشان كده احنا بنطالب بتنفيذ اقصى عقوبة على اللي عمل فيها كده. انتوا شايفين هنا البنت اتقل منها ازاي؟ يعني هما ما كفهمش ان هما ضربوها، لا 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 خالص، ده جردوها كمان من ملابسها. اي رحمة بنتكلم عليها، اي انسانية. انا عايزة يعني نفسي فعلا يبقى في قانون يعرف يحمي كل واحدة مش عارفة تاخد حقها. نفسي كل واحدة مش عارفة تاخد حقها من اخوها او اختها او ايا كان تلجأ للقانون يا جماعة وتدور على حقها وتاخده وما تسيبش حقها. مفيش حاجة اسمها أصل صلة الأرحام، أصل حرام، أصل مش هينفع نقف مع بعض في المحاكم. لا، اقفي ضد أخوكي في المحاكم علشان ما تشوفيش المنظر اللي انت شايفاه ده، لأن بعد كده أولادك هم اللي هيقفوا وهم اللي هيتبهدلوا. بعد كده أولادك اللي هيقفوا وهيتبهدلوا. خدوا حقوقكم يا جماعة. القانون دلوقتي فعلا مش هيسيب أي حد يعني ما بيديش اخوه او اخته الميراث. القانون دلوقتي بقى في صالحكم. خدوا اجراءاتكم القانونية علشان تحافظوا على حقوقكم، لان اللي زي دول ولا ينفع يتقال عليهم خلان ولا ينفع يتقال عليهم والد. وفعلا ما بقاش الخال والد وما بقاش في رحمة في القلوب. محتاجة اعرف منكم في التعليقات ايه رأيكم في اللي حصل ده.